السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مجددا في القناة. صحة رمضانكم وصحة فطوركم وان شاء الله تكونوا كاع بخير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. كما نرحب كاع بالمشتركات الجدد اللي انضموا للقناة. اليوم ان شاء الله جبت لكم كراتين في الكوشه بلا بيض والبطاطا وربع صدر تاع دجاج. تجي بزاف بنينه وما تجيش ناشفه من داخل وتوجد بالخف. نبدا بالمقادير. اول حاجه عندي هنايا البطاطا، ربع حبات يكونوا كبار، قريب كيلو، على حساب افراد العائله وعلى حساب المول اللي عندي، وانتم ديروا على حساب واش عندكم. بعد ما قشرت البطاطا نقيتها وقطعتها مربعات صغار بهذه الطريقه. نكمل التقطاع ومن بعد ندير لها شويه تاع الملح، نديرها تنقله، نقص عليها النار باش تطيب من الداخل. والدجاج كما قلت لكم درت ربع صدر تاع دجاج قطعتها مربعات صغار، درت عليه التوابل تاع الشاورما، زدت عليه شويه تاع فلفل كحل حبه كحله، وزدت عليه شويه تاع الكمون وشويه تاع العكري فلفل احمر، زدت عليه الملح وشويه طوماطيس تاع العلب وشويه تاع المايونيز، نزيد عليه قد مغرف كبيره تاع ليم، ودرت قد 3 مغارف تاع زيت وزوج فصوص تاع ثوم. خلط مليح كلش مع بعض ونخليه قد ساعه حتى يشرب التوابل. درت المقله على النار وجبت الدجاج، قلت لكم خليته قد ساعه قد ما شرب ليا التوابل. نقص عليه النار ونقليه مليح حتى يخرج الماء تاعه، ونقص عليه النار ونخليه يتقلى. نزيد عليها كاس تاع ماء كبير ونديرها في الطبسيل اللي خلطت فيه الدجاج باش نهود كاع هذيك التوابل اللي في الطبسيل ونزيدها على الدجاج، ونقص عليه النار ونخليه يطيب في الماء. خلي فيه شويه لاصوص، ما خليهش ناشف. وهنا درت الطاوة على النار باش ندير معاكم الصوص بيشاميل. درت مغرف تاع زبده ندوبها ونزيد عليها مغرف تاع الفرينه، هذه صوص بيشاميل وفي نفس الوقت صوص تاع الفرماج. نحلها مليح في الزبده وفي نفس الوقت نقليها باش تمشي منها البنه تاع الفرينه. نحلها مليح، نزيد عليها كاس تاع الحليب، هذا الكاس الاول، خلط حتى ندخل الزبده والفرينه مع الحليب. نزيد عليها قريب 2 مغارف تاع فرماج تاع الطاري. قلت لكم هذه صوص بيشاميل وفي نفس الوقت الصوص تاع الفرماج. نخلط باش نحلها مليح في الحليب. زدت عليها على راس المغرف شويه فلفل كحل حبه كحله، وزدت عليها شويه تاع الملح، وزيد الكاس الزاوج تاع الحليب. نخلط ونخليها حتى تتقال. انا ما تقلتهاش بزاف باش الكراتا ما تجينيش ناشفه. جبت المول ستف فيه البطاطا اللي قليتها. البطاطا كتقطعوها مربعات صغار، نقصوا عليها النار باش تطيب من الداخل. الطبقه الاولى درت البطاطا وزدت الدجاج، نفرغها على البطاطا، ما خليتهاش نشف، قلت لكم نخلي فيه شويه لاصوص باش ما تجينيش الكراتا ناشفه. نعمر كاع كاش بلايص فارغه. نستف الدجاج فوق البطاطا ونزيد نفرغ عليه البيشاميل. بيشاميل كما راكم تشوفوا، قلت لكم ما ثقلتهاش، خليتها شويه خفيفه. ونزيد عليها الفرماج كنت رابيته، ونزيد الطبقه الثالثه تاع البطاطا، نوزعها كاع على المول، ونفرغ الدجاج اللي بقالي، نساويها مليح. درت 4 طبقات باش الكراتا ما تجيش ناشفه من الداخل. الدجاج كما قلت لكم خلوا فيه لاصوص. ونزيد كملت الصوص اللي بقات لي، وندخلها للكوشه طيب. هنايا كلشي راه طايب.
ونزيد الفرماج اللي يبقى. هنا الفرماج تبغي تزيديها من الفوق، تبغي تخليها كيما هاك، وندخلها للكوشه نشعل عليها من الفوق ومن التحت قد 10 دقائق. هنايا كلشي راه طايب، غير قد ما يذوب الفرماج ونخرجها. الكراتين تاعنا راها واجده بعد ما خرجتها من الكوشه، ما تديش الوقت بزاف، غير قد ما يذوب الفرماج كلشي راه طايب. كما راكم تشوفوا لاصوص اللي خليتها في الدجاج مازالها تطبخ، ما تجيش ناشفه بزاف. اللي ما يبغوش الكراتين ناشفه، ربع صدر تاع دجاج وتجي بنينه، تجي ما شاء الله. ان شاء الله جربوها، ان شاء الله تنال اعجابكم. نقسم لكم من الداخل باش تشوفوها كي جات، وقلت لكم ما تجيش ناشفه من الداخل، تجي ما شاء الله، تجي بنينه بلا بيض وتجي بنينه. وكان هذا هو الفيديو نتاع نهار اليوم او الوصفه نتاع نهار اليوم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش اخواتي بالدعم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصلت لنهايه الفيديو، بقى غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى مع فيديوهات اخرى ان شاء الله.